كل سنة عندما تأتي الأيام الفاطمية، وقبل الأيام الفاطمية أيام شهادة الزهراء عليه السلام بفترة، هناك أسئلة تدور على الألسنة وفي المجالس. وأهم هذه الأسئلة، وهو سؤال يحترم ما دام صاحبه طالب حقيقة، أهم هذه الأسئلة: كيف يمكن أن نتعقل علي في الدار، علي في البيت في المنزل، ويأتي أناس يهجمون على داره ويضربون زوجته وتعصر بين الباب والجدار ولا يحرك ساكنا؟ وين أمير المؤمنين؟ ما هو قتال العرب، وهو الصنديد، وهو البطل، وهو الذي لا يخشى لا معارك ولا حروب ولا ميادين، الكل يخشاه ولا يخشى أحدا إلا الله. أين هو عن فاطمة في ذلك اليوم؟ أتريدوننا أن نصدق بأن القوم يهجمون على الدار والإمام علي يجلس ساكت؟ وبعد يأتيك آخر ما يسأل بس سؤال، يسأل الحاضرين: من منكم يقبل بأن يهجم أحد على داره ويعترض أو يضرب أو يهين زوجته يبقى ساكت؟ من يقبلها منكم؟ طبيعي كلنا سنقول ما أحد يقبلها. يقول شفتوا، إذا أنتم ما تقبلوها الإمام علي يقبلها؟ زين، إذا سألت فاسمع الجواب. عندما نقول علي، تتجسد أمامنا تلك الحقيقة العبودية المحضة لله سبحانه وتعالى. أمير المؤمنين عليه السلام كان عبدا محضا لله سبحانه وتعالى، لذلك لا تأخذه في الله لومة لائم. لذلك طلق الدنيا ثلاثة، لذلك كان يكتفي بقرصين من الشعير وبثوبه المرقع الممزق. كان منقطع انقطاع تام إلى الله، ومن كان منقطعا إلى الله مستحيل أن يقدم شيئا على رضا الله تعالى وعلى أمر الله. وجاءت الروايات الشريفة، وأجمع فقهاء الطائفة وعلماؤها على أن عليا عليه السلام كان يحمل وصية من النبي صلى الله عليه وآله بأن يصبر ويسكت على أذى قومه إلى أن يأذن الله تعالى. زين، الإمام علي كان موصى. يأتي نفس السائل ويقول: شيخنا، أنت يعني تقبلها؟ أكو عقل يقبل بأن الله تعالى يقول للإمام علي: سيهجمون على دارك ويضربون حليلتك زوجتك ويجب أن تسكت؟ الله يوصي إنسان مثل هذه الوصية؟ يعني ستهتك حرمتك وأنت تسكت يا علي؟ الله يوصي إنسان بهالوصية؟ يا شيخنا، حدث العاقل بما لا يليق، فإن لاقى له لا عقل له. نسمع هذا الكلام. وجوابه اليوم الأخ الكريم اللي قرأ قرآن جزاه الله خير الجزاء، أنا وصلت هو كان يقرأ الآية التي هي محل الشاهد في ليلتنا هذه. بسم الله الرحمن الرحيم: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين. صدق الله العظيم. الآن نأتي لبقية الآيات. تعرفون هذه الآيات وأشرنا إليها في ليلة من الليالي. الله سبحانه وتعالى وصى إبراهيم وكلف إبراهيم تكليفا الله يقول عنه إن هذا لهو البلاء المبين. الله لم يطلب من علي بن أبي طالب عليه السلام أن يضرب زوجته ويتحمل صابرا، ما طلب منه أن يقتل زوجته ويتحمل صابرا. قال القوم
سيؤذونها، سيظلمونها، وانت راح تصبر. اما ابراهيم ماذا قال له؟ اذبح ابنك. عندنا يقولوا شيء يخلي العقل بالكف. شنو اذبح ابنك؟ شيء مخيف، شيء مرعب. هذا امتحان، هذا من امتحانات الله. لو امتحننا الله به إن شاء الله نكون من أصحاب صاحب العصر والزمان سلام الله عليه. لو خرج الإمام وامتحننا الله بمثل هذا الامتحان من يصمد؟ فقط الراسخ في العقيدة، فقط الإنسان اللي هو صلب الإيمان، الإنسان اللي تعب على نفسه وعمل بما أمر الله به واهتم بمعرفة حدود الله تعالى وفهم ابتلاءات الله لأنبيائه وأوليائه. وإلا شنو يعني النبي مخلي أمام إسماعيل، فلما أسلما وتله للجبين وضع خده على الأرض أو على المكان الذي كان قد مدده عليه، أخذ السكين بيده، وضع السكين وراح يحز رقبة إسماعيل فلم تحز. بقدرة الله تعالى منع السكين أن يؤثر في رقبته. ببعض الروايات 70 مرة إبراهيم يحاول يمتثل أمر الله تعالى ودموعه تتصبب على خديه. ماذا قال الله تعالى؟ فلما أسلما، يعني سلما لله تعالى. الأمر يحتاج إلى تسليم، مو سهل، امتحان مو سهل. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. عندها بعد أن جرب إبراهيم مرة 2 3، يعني بعبارة أخرى أثبت بأنه مستعد لتنفيذ أمر الله تعالى رغم مرارته ورغم صعوبته ومشقته على إبراهيم وفي قلب إبراهيم. قال الله تعالى خلاص لقد صدقت الرؤيا، تم ما نريده، وفديناه بذبح عظيم. أنزل إليه ذبح من السماء وفداه به. تفضل أنت تقول معقولة الله يقول للإمام علي اصبر يا علي حتى ولو ضربوا زوجتك؟ الله يكلف إنسان بمثل هذا التكليف؟ أكو عقل يقبلها؟ تفضل أرني الآن عقلك. أيقبل أن الله يكلف إنسانا بأن يذبح ولده؟ لقد حصل، وهذا القرآن شاهد. إلا إذا بعضهم عندهم اعتراض حتى على القرآن، بعد هذه مشكلتنا وياهم انتهت، خرجوا تماما خارج السرب. إلى غيرها من الامتحانات الكثيرة. إذا تقرأ حياة الأنبياء امتحانات الله امتحنهم، تقرأها وتبكي.